السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا إيمي ومريم. لو أول مرة تشوفوا قناتي اعملوا لايك وفعلوا الجرس وما تنسونيش بدعوة حلوة. يلا بينا النهاردة نشوف العدس وفوائده. العدس الأصفر الجميل دوت في فصل الشتاء بيبقى مفيد جدا، وبتبقى وجبة أساسية عندنا في فصل الشتاء، سواء مثلا كشري أصفر او شوربة عدس. انت عارفين هي بتدفي وبتمد الجسم بطاقة. يلا بينا نشوف هنعمل العدس بتاعنا ازاي. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ احلى متابعين واحلى فانس. انا النهارده جايه اعمل معاكم شوربه عدس سهله وبسيطه. نص كيلو عدس، بصل وثوم وشعريه وكمون وملح. دي مش شعريه، دي نص باكت مكرونه اسباجيتي. هي بتخلي ليها قوام جميل كده غير المحلات. انا غسلته ورفعته على البوتاجاز، وهنزل بالبصل والثوم بتاعنا، وهولع عليها النار، وهنزل بالتوابل بتاعتي لغاية العدس ما يستوى، ياخد القوام اللي هو الكريمي الطري جدا. سهل جدا في ان انتي تضربيه في الخلاط، تمام، وسهل تتعاملي معاه. هو مكوناته بسيطة بس هو مفيد جدا جدا في الاكل. هو كده خلاص استوى معايا. انا هاخده بقى في الخلاط واضربه. انا اصلا ما بنزل بالبصل والثوم مع العدس يستوى، علشان انا ما بحبش اعمل الخلطه بتاعه الثوم اللي بتبقى على الوش دي، لانها بتقله قوي وبتديله دسم زياده. انا خلاص ضربته اهوت، وهديله لازم غلوه تانية على النار. انا بشوف عايز محتاج ميه، بحط له شويه ميه كمان. لونه شوف قوامه كريمي وجميل ازاي، القوام بتاعه حلو قوي. تمام كده. انا هسيبه بقى ياخد غلوه على النار، وهرجع له تاني. هجيب المقلايه احط فيها شويه زيت. ايوه مش كتير عشان ما يبقاش دسم. الشعريه اللي معايا هي مكرونه سباجيتي، كسرتها على 3 قطع، مش هحطها كلها مره واحده. وهحمرها، ولازم اوطي النار عليها علشان احافظ على القوام بتاعها، اللون بتاعها في التحمير ما تبقاش غامقه. لا، انا عايزاها اللون الذهبي الجميل دوت، علشان ما تدي، لو غمقت هتدي لون غامق معايا في العدس. هي كده درجتها جميله قوي، حلو كده تمام. انا هنزل بيها على العدس اهو. بسم الله. نزلت بالعدس اهوت. هاخد كبشه كده او 2 ايوه في المقلايه، عشان اكمل بقيتها وانزلها كده. بقى هسيبه على النار يستوى شويه اهو، لونه قوامه كريمي وجميل. هكمل توابلي. هو عايز شويه كمون وعايز شويه ملح، تبع رغبتك انت. كده خلاص تمام. هسيبه غلوه كده وهغرف كده، مش هاخد دقيقتين كده. غرفته اهوت في الحله. طعمه تحفه وقوامه جميل جميل مع البصل بقى كده. تمام تمام.